السلام عليكم. بعد ما اتخلصنا من النمل الأحمر دلوقتي جاء وقت العناية بالحديقة وصناعة الكمبوست الطبيعي من مكونات بسيطة. أهلا وسهلا بيكم. في فيديو النهاردة هشارككم خطوات تنظيف الحديقة وكمان هوريكم ازاي بنحضر الكمبوست العضوي باستخدام بواقي الحشائش الضارة وكمان مخلفات المطبخ زي قشور الخضروات والفواكه. وعايز انبه ان مخلفات المطبخ مش بواقي الطبيخ لان بيكون في خلط عند المبتدئين. ولو لسه ما شفتوش فيديو المبيد الطبيعي اللي استخدمناه ضد النمل الأحمر تقدروا تشوفوه على القناة بعد الفيديو ده. العناية بالحديقة مش بس للنباتات لكن كمان لازم نهتم بالنظام البيئي المحيط بينا زي أسماك البلطي اللي في الحوض. كل يوم بزود لهم أكسجين وبأكلهم علشان يفضلوا بصحة كويسة. وعندي هنا حوضين كل حوض ليه طريقة غير التانية في تزويد السمك بالأكسجين. الحوض الأول بضخ له مية بشكل يومي والحوض التاني زي ما هتلاحظوا إن في نباتات على وش المية وهي بتقوم بتجديد الأكسجين للسمك. وانا بنظف الحديقه بجمع الاوراق الجافه والحشائش بدل ما ارميها لانها تعتبر ماده خام ممتازه جدا لتحضير الكمبوست العضوي. وعلشان اسرع عمليه التحلل بستخدم محلول طبيعي معمول من الميه اللي بنغسل بيها الرز وبسيبه 24 ساعه واضيف له معلقه سكر لان السكر بيوفر طاقه للبكتيريا المفيده اللي بتسرع التحلل. صناعة الكمبوست بتحتاج حوالي 3 شهور علشان المواد العضوية زي الحشائش والأوراق وبواقي المطبخ تتحلل بشكل كامل وتتحول لسماد عضوي غني بالمغذيات اللي بتدعم نمو النباتات. شكرا ليكم انكم كملتوا معانا لحد اخر الفيديو ويا رب تكونوا استفدتوا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا تعليق، دعمكم بيفرق معانا كتير وبيشجعنا نكمل المشوار في الزراعة العضوية. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.